في ترند جديد، والمرة دي مش ترند عادي، قصة وصلت للترند قبل ما نفهم هي قصة ولا مسلسل، بين عبدالله رشدي وزوجته البلوجر زينب حجازي، وحكاية ما بين السطور شبهت السوشيال ميديا بمسرح كبير كله بيتفرج ومحدش عارف مين المذنب. القصة بدأت لما زينب طلعت بفيديو هادي لكن وراه وجع كبير، وقالت بصوت واضح إنها كانت زوجة عبدالله رشدي على العصمة، وإنه كان رافض يعلن جوازهم رغم إن الجواز ده تم بشكل رسمي. وهنا الدنيا ولعت، الجمهور اتقسم نصين، نص بيقول من حقها ليه يخبي، والنص التاني أكيد في أسباب. عبدالله رشدي طبعا مسكتش، رد عن طريق محامية بكلام قانوني رسمي وثابت، بس بعيد عن اللي الجمهور كان مستنيه. الناس كانت عايزة تفسير، عايزين يعرفوا ليه الجواز يتخبى وليه العلاقة تتفتح كده للعامة دلوقتي. بس الرد جه هادي ويمكن أهدى من اللازم، والهدوء ده زود الشك مش قلله. وطبعا أول ما ريحة قصة زي دي تطلع السوشيال ميديا تعمل شغلها من تحليلات وتخمينات وقصص من وحي الخيال، كأننا بنتفرج على موسم جديد من وراء كل باب، بس النسخة الديت بقى الحديثة. وبقى الجمهور همه الوحيد يعرف مين الظالم ومين المظلوم ومين اللي بيحاول يكسب تعاطف. الحقيقة وسط كل ده كانت غايبة، لأن كل طرف بيقول كلمة ويرجع يسيب مساحة كبيرة للتأويل، والمساحة الفاضية دي السوشيال ميديا بتعشق تملاها. زينب اتكلمت بوجع الست اللي حست انها اتخبت، وعبدالله اتكلم بحقوق قانونية وشكل رسمي، وما بين ده وده الجمهور اتسحب في قصة نهايتها لسه مش واضحة. تعالوا بقى نروح خلف الشاشة شوية. ليه القصص دي بتبقى ترند أصلا؟ لأنها ببساطة فيها 3 حاجات السوشيال ميديا بتحبهم: علاقة وخلاف وغموض، ثلاثي دايما بيكسر السوشيال ميديا. واحنا كجمهور دايما بنتعلق بالقصة حتى لو ما نعرفش حقيقتها، لأن ورا الشاشة في ناس، ولأن المشاعر ما تتبعش. وتعالوا نكون صريحين إن الحقيقة عمرها ما كانت كاملة على السوشيال ميديا. بس قبل ما نقفل، في نقطة محدش واخد باله منها، ويمكن هي أخطر جزء في القصة كلها. لما شخصية عامة يحصل عندها خلاف، العلاقة ما بتبقاش بس بين طرفين، العلاقة بتبقى طرف أول وطرف تاني، والسوشيال ميديا اللي بقت طرف تالت عنده سلطة أقوى من الاتنين مع بعض. ليه؟ لأن رأي الناس بقى بيهد بيوت وبيبني بيوت، والتعاطف بقى عملة، والشهرة بقت سلاح. وزينب لما طلعت ما كانتش بتدور على ترند، كانت بتدور على صوت. يمكن حست إنها اتخبت كتير، إنها اتحطت في خانة العلاقة السرية، وإن الصورة اللي بره مش شبه الحقيقة اللي جوه. وده بيخلي أي ست تسأل نفسها سؤال صعب: هو أنا قليلة ولا اللي قدامي هو اللي مش قد الكلام؟ وعبدالله رشدي شخصية عامة وشخصية دينية، فوق ده وده بيخليه دايما في اختبار صعب، اختبار إن كل كلمة محسوبة وكل اختيار بيفتح باب جديد. ويمكن ده السبب اللي خلى الصورة تظهر بشكل مش واضح، لأن لما راجل دين يغيب معلومة مهمة زي الزواج بيسيب الناس تسأل ليه وخايف من ايه ولا مستني ايه. لكن هنا لازم نقول الحقيقة زي ما هي، الجمهور مش دايما بيحكم صح، الجمهور ساعات بيصدق اللي بيلمسه مش اللي بيكون مظبوط وصح. علشان كده الترند يشيلك فوق أو ينزلك تحت في ثواني. بس اللي محدش شافه إن الوجع مش ترند، وإن العلاقات مش محتوى، وإن كل طرف في القصة دي مهما كان كلامه قوي كان عنده جزء مستخبي، خوف وكسرة أو حتى غلطة. وإحنا اتفرجنا وحللنا وكتبنا ونسينا إن الحقيقة عمرها ما كانت فيديو دقيقتين. ودي كانت قصتنا خلف الشاشة، حكاية مش بس عن خلاف، دي حكاية عن مجتمع
بقى بيحاسب الناس على اللي بيشوفه مش على اللي بيحصل بجد. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. القصة اللي شفتها النهاردة كان ليها وش قدام الكاميرا ووش تاني وراها، وزي ما اتفقنا دايما في خلف الشاشة، احنا مش بس بنتفرج، احنا بنفهم وبنشوف اللي الناس مش شايفاه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل الحكايات اللي ورا الترندات.